الرحمن الرحيم. أحب إني أتوجه بخالص التعازي لأسرة الفنان الأستاذ صالح العويل، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. الأستاذ صالح الله يرحمه كان ممثل رائع، إنه بالرغم من إنه هو المساحات اللي كان بياخدها في الأعمال الفنية مش كبيرة، لكن كان بيسيب بصمة في كل عمل فني كان بيقوم بيه. مشاهد كان عارفه كويس جدا، يعني المؤثر في أي دور بيعمله. أنا اشتغلت معاه في بداية حياتي العملية، وهو غالي عندي وبعتبره أخويا الكبير. كنت دائم الاتصال بيه. ربنا يرحمه ويغفر له، يتجاوز عن سيئاته ويصبر أهله يا رب. وأحب أضيف هنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا قدرت إني أشارك مع الأستاذ صالح مشهد جميل في مسلسل جودر، يعتبر آخر مشهد قدمه الفنان الأستاذ صالح العويل، ربنا يرحمه ويغفر له. توفى الفنان صالح العويل منذ قليل داخل أحد المستشفيات، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي، ومن المقرر الإعلان عن صلاة الجنازة ومكان الدفن خلال الساعات المقبلة. صالح العويل سبق أن تعرض لجلطة بالمخ، ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر في الكواليس بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل خلال تنفيذ مشهد سويا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان وخرج من المستشفى بعد فترة. وأكثر من كان يحرص على زيارته في الفترة الأخيرة الفنان ياسر جلال، حيث ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على المستشفى. ولد الفنان صالح العويل في 19 مارس عام 1946. بدأ العمل الفني في مقهى للكومبارس بشارع عماد الدين، وظل يتردد عليه حتى تعرف عليهم والتحق بالعمل معهم. ظهر في السينما لأول مرة عام 1962 في فيلم اللص والكلاب مع الفنان شكري سرحان. رفض ضرب سمير غانم بالشومة في فيلم إنهم يسرقون الأرانب. حكى أنه ضرب الفنان عادل إمام علقة قوية في أحد مشاهد فيلم عصابة حمادة وتوتو. آخر أعماله كان جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025. شارك في ما يقرب من 233 عمل فني، شارك في 4 مسرحيات وهم زقاق المدق والصعايدة وصلوا وحكيم عيون وغريب الدار. ومن أشهر الأفلام اللي شارك فيها الخيط الرفيع والرصاصة لا تزال في جيبي والإمبراطور وإحنا بتوع الأتوبيس والراقصة والسياسي وشمس الزناتي ومستر كاراتيه. تركزت أدواره في تجسيد شخصية البلطجي ورجل العصابة الشرير والفلاح الصعيدي. ومن أشهر المسلسلات اللي شارك فيها أحلام الفتى الطائر والكابتن جودة ورأفت الهجان وليالي الحلمية ويوميات ونيس وجبل الحلال. تعرض لجلطة بالمخ وقضى فترة بالمستشفى وتعافى منها، وكان يزور الفنان ياسر جلال دائما. بعد تعافيه من الجلطة شارك في مسلسل جودر وظهر في الكواليس مع ياسر جلال، ثم تدهورت حالته الصحية ودخل المستشفى يعاني من مياه على الرئة، وكان يقوم بعملية غسيل كلى مرة أسبوعيا، بالإضافة إلى ضعف شديد بعضلة القلب. رحم الله الفنان صالح العويل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.